واليوم سنتحدث عن واحدة من أكثر السيارات إثارة وغرابة في عالم الكرفانات والبيوت المتنقلة، وهي داسيان 6/6 موترهوم موديل 2026. هذا المشروع هو محاولة مثيرة لدمج الفلسفة البسيطة والعملية التي تشتهر بها داسيان مع قدرات فريدة في عالم السفر والمعيشة على الطريق. في هذا الفيديو سنغوص في كل تفاصيل هذا النموذج، من التصميم الخارجي إلى ما يوجد في الداخل، الإمكانيات التقنية، قدرات القيادة في الطرق العادية والوعرة، وأخيراً سنتناول السعر التقريبي المتوقع لهذا الكرفان المميز. إذا كنتم من عشاق الحياة المتنقلة والمغامرات البرية، فتابعوا معنا حتى النهاية. نبدأ بالإشارة إلى أن داسيان كشركة معروفة بسيارتها الاقتصادية العملية، والتي تستهدف باقة واسعة من المستخدمين الباحثين عن قيمة حقيقية مقابل السعر. لكن مشروع داسيان 6/6 موترهوم 2026 يأخذ هذا المفهوم إلى مستوى جديد تماماً. بدل سيارة صغيرة أو SUV، أمامنا مركبة ضخمة ب3 محاور و6 عجلات قيادة، ما يمنحها حضوراً قوياً وقدرة تحمل غير عادية مقارنة بأي سيارة سياحية أو حتى معظم الكرفانات المعيارية. من الخارج تبدو داسيان 6/6 موتورهوم 2026 وكأنها تجمع بين شاحنة خفيفة وكرفان متكامل. الواجهة كبيرة ومهيمنة، قوية بطابعها الصناعي، ومجهزة بمصد أمامي متين، مصابيح LED أمامية قوية توفر رؤية ممتازة في الليل والمواقع المظلمة، وشبكة أمامية كبيرة تمنح المحرك تدفق هواء ممتاز حتى أثناء الرحلات الطويلة. النظام الهيكلي العام قوي ومصمم لتحمل عمق الاستخدام، سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة. الجانب الجانبي يكشف طول المركبة ومساحتها الواسعة، وهو مشهد مختلف تماماً عن الكرفانات التقليدية ذات المحورين. وجود المحور الثالث يجعل داسيان 6/6 أكثر ثباتاً وقدرة على توزيع الوزن، ما يسمح لها بتحمل حمولة ثقيلة من المياه، المعدات، الأثاث الداخلي، واللوازم اللازمة للرحلات الطويلة. تمتاز المركبة بإطارات كبيرة ومصممة لتحمل الطرق الوعرة، كما أنها مجهزة بدعامات حماية أسفل الهيكل لمنع التضرر في البيئات القاسية. ننتقل إلى داخلية داسيا 6/6 موتورهوم 2026، والتي تظهر تصميماً عملياً ومريحاً في الوقت نفسه. بمجرد فتح الباب، ستلاحظون مساحة كبيرة مجهزة بطريقة ذكية لتوفير أقصى استفادة من المساحة المتوفرة. المقاعد مبطنة بشكل مريح وتدعم الجلوس الطويل، والطاولات قابلة للطي ومزودة بمصادر طاقة USB وشحن كهربائي، ممن يجعلها مناسبة للعمل أثناء التنقل أو للترفيه. المنطقة الأمامية مخصصة للقيادة وتتميز بخاصية الاستخدام البسيط والمباشر، مع شاشة وسطية تدعم أنظمة الملاحة والترفيه، ونظاماً موصولاً بالهاتف الذكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. كما أن هناك نظام معلومات متقدم يعرض حالة البطارية، مستوى المياه، ضغط الإطارات، واستهلاك الوقود، ممن يجعل إدارة الرحلة أكثر سهولة ومعلوماتك دائماً في متناول اليد. أما الجزء الخلفي من المركبة فهو المكان الذي يبرز فيه مفهوم البيت المتنقل الحقيقي. هناك سرير واسع يمكن تحويله إلى منطقة جلوس، مطبخ صغير لكنه مجهز بجميع الأساسيات مثل موقد للطبخ، حوض غسيل، ومساحة تخزين للأواني والأطعمة. كما يوجد حمام صغير يعمل بنظام تجميع مياه متقدم، مع مرحاض صغير وبش يمكن استعماله في المناطق التي لا تتوفر فيها مرافق خارجية. نظام المياه متصل بخزان كبير يمكن ملأه قبل السفر،
مع نظام تنقية مناسب لاستخدام آمن وشرب دون قلق. تصميم الإضاءة داخل المقصورة موزع بطريقة ذكية لتوفير الراحة الليلية، كما أن هناك نوافذ كبيرة تسمح بدخول ضوء النهار وتعطي إحساسًا بالاتساع والحرية. الأبواب والنوافذ مزودة بستائر عزل لضمان الخصوصية والعزل الحراري عند الحاجة. أمًا عن الأداء